صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخدنا بريك بقى وعندنا عزومه حلوه وجباره. تيجي واحده تقول لي يا بنتي يا سمر انت لحقتي ترتاحي عشان تعملي عزومه؟ ايوه يا جماعه، ما انا جايه من راحه، هنكدب على بعض؟ ايوه انا جايه واخده اجازه واجازه حلوه وفاصله دماغي وراجعه عندي باور حلو، وعندي واحده صاحبتي من الرياض موجوده هنا في مصر وهي هتيجي تشرفني وتقعد معايا وتقضي معايا اليوم ونتغدى سوا. تفتكروا بقى بعد الباور الحلو اللي انا جايه بيه ما نعملش عزومه حلوه؟ يلا بينا نصلوا على الرسول ونبدا الفيديو النهارده بلايك وشير وسبسكرايب. ومش عايزين ننسى دعوه اخواتنا حبايبنا في فلسطين بان ربنا ينصرهم ويعز ليهم ويرد ليهم ارضهم ويعزهم ويجمعهم على خير. هنا بقى هنعمل خلطة جبارة. الخلطة دي اسمها خلطة الكباب. بصوا ابدا ما فيهاش بصل، ابدا ما فيهاش اي حاجة غير طماطم مضروبة في الخلاط وبهاراتك. الكباب ما بيحبش البهارات الكتير، انا حطيت بهار كباب، ولو ما عندكيش بهار كباب حطي بداله معلقة صغيرة بصل بودر. حطيت 7 بهارات وحطيت فلفل اسود، حطيت شويه خل صغيرين. كباب يعني فليتو، يعني قطعيه لحمه ناعمه كده، هو ده الكباب. لكن تروحي تجيبي لي معرفش ايه وايه وايه وتقولي لي هعمل منه الكباب، لا لا خالص. الفليتو ده تقريبا بيبقى مستوي وهو ني. حته اللحمه بتبقى ناعمه طريه مستويه، من كل اللي بتحتاجه من 7 دقايق ل10 دقايق على النار تشويح. هو ده الفليتو. الفليتو بيدخل في ايه تاني؟ بيدخل في حاجات كتير قوي، اولها واهمها الكباب. بعد الكباب عايزه اقولك انك ممكن تقدري تعمليه في طاجن رز معمر في الفرن. تقدري تعملي بيه ايه تاني؟ تقدري تعمليه بكاتا. تقدري تعملي بيه اي حاجه سهله وسريعه، مجرد تشويحه عليها صوص سريع. هو ده او هي دي قطعيه الفليتو. انا طبعا هو موجود عندي بالسمين بتاعه، حاولت اشفي منه السمين واقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. وهاخد اللحمه بتاعتي اللي قطعتها مكعبات قطعيه الكباب على الطماطم. الطماطم دي محطوط عليها بهارات ومعلقه خل، مش اكتر من كده. عندي بودرة كباب او بهارات كباب، حطيت منها معلقه صغيره. لو مش عندي كنت حطيت بدلها معلقه بصل بودر. بعد كده عندي حوالي 5 6 بصلات هقطعهم جوليان كده، تخين شويه ماسك نفسه يعني مش رفيع. يبقى هنقطع بعد ما زي ما قلت لكم على التتبيله كده طماطم مضروبه في الخلاط او في الكبه، حطينا عليها البهارات الخفيفه الحلوه، اساسها الحبهان والفلفل الاسود. وبعد كده شوفي الطعم اللي بتحبيه ايه ممكن تضيفيه. رحت جايبه حوالي 5 6 بصلات كبار مقطعاهم جوليان تخين شويه. بعد كده قطعت جزرايه او جزرتين طرنشات. طماطم برضو 4 حبات 4 تربع كده او طرنشات تخينه شويه، مع فلفل بارد او حراق زي ما تحبي. وهنركن الخضار ده على جنب ونيجي لبقيه قطعيه الفليتو. انا اخدت حته فليتو حوالي ربع كيلو، شوحتها في الطاسه بفلفل ابيض وفلفل اسود بس. مفيش ماده دهنيه، مفيش سمنه، مفيش زيت، مفيش اي حاجه خالص. وقليل من الملح، مش هملحها التمليحه المظبوط. وحطيت لها ربع كوبايه ميه. اول ما تشرب الميه بتاعتها دي هقدر اقول ان انا كده حته الفليتو دي جاهزه معايا تدخل الطاجن. يعني غير الكباب يا سمر اخدتي منها حته؟ اخدت ربع كيلو منها او حوالي 300 جرام، شوحتهم بفلفل اسود وحبه ميه بس. هنركنهم بقى يتشربوا الميه اللي عملناها. نجيب حله تانية ناخد فيها معلقه من الثوم، واخدت على تتبيله الكباب بتاعتي حته ثوم صغيره. دي اختياري يعني مش اساسي، ولو مش عايزه تحطيها ما تحطهاش. النور بيقطع عندي من الساعة 3 ل5. انا عايزة من الساعة 3 ل5 دي اكون انا قاعدة مستنية اني اسخن الاكل، ومستنية صاحبتي حبيبتي اللي جايالي. انا مش بحب اقول ضيفة، مش بحب اقول زيارة، لان اي حد بيدخل بيتي انا بعتبره صاحب بيت وصاحب مكان. وطبعا كانت منوراني ومنوران الدنيا كلها ومنورة اسكندرية كلها. انا بقى اخدت عندي هنا قطعية لحمة، اي قطعية لحمة قطعتها مكعبات كبيرة شوية ماسكة نفسها كده. حطيتها على التوم اللي انا شوحته فيه حبه الزيت، ونزلت عليها ببهارات 7 بهارات فلفل اسود حبهان مطحون. 7 بهارات فلفل اسود حبهان مطحون. هشوح اللحمه بتاعتي دي لحد ما اسمع صوت الطشطشه. اول ما اسمع الدنيا بتطشطش كده معايا، اللحمه بتاعتي كده خلاص. اولا اللي في الطاسه كمان خلصت، شربت ميتها وبقت تمام وزي الفل اهي كده خلاص. معلهاش شفتوا ما فيهاش دهون خالص، يعني لا اللحمه فيها دهون ولا انا حطيت دهون تساعد معاها في الطاسه. هي لحمه متشوحه بحبه ميه وبس. دي بالنسبه لل 300 جرام من الفليتو. طيب اللي في الحله دي ايه؟ دي قطعيه من الكتف، من الفخده، من اي قطعيه بتحبيها. هتشوحيها بالثوم والزيت. اول ما تتشوح معاكي وتشرب ميتها وتنشف، انزلي عليها بالبصل والطماطم والفلفل اللي قطعتيه. وبعد كده اديهم تقليبه حلوه كده.
هتعملي طاجن اوعدك انك هتحلفي بجماله، حاجه كده يعني ولا في الخيال. هقلب بقى الخضار بتاعي ده مع اللحمه تقليبتين بساط كده. انا مش هسويها على البوتاجاز خالص، ولا هعمل لها اي حاجه على البوتاجاز غير ان انا اكتر من اني هغليها بس. هروح اجيب لها بقى من التلاجة معلقه صلصه، عارفين الصلصه العاديه دي، معلقه واحده بس كده. وهحطها واحط لهم كوبايه ميه واغطي عليهم واسيبهم ياخدوا ويدوا مع بهاراتي الحلوه اللي انا حطيتها. تاني بهاراتك كده يا سمر لو سمحتي: معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره 7 بهارات، ربع معلقه حبهان، والملح بتاعك بس. انا مش عايزه، طالما عندك قطعيه لحمه حلوه محترمه، حته لحمه بلدي، ما تكتريش في البهارات. لو دخلتي مطعم وحسيتي ان بهاراتك كتير، اعرفي ان المطعم ده بيداري لحمته بالبهارات. انت عامله لحمه محترمه حلوه جايباها من جزار محترم، فتعملي ايه؟ قللي بهاراتك، حطي تحبيشتك الحلوه عشان تحسي بطعمها. حطيت لها كوبايه ميه، الخضار اللي انا قطعته اللي هو بصل وطماطم جزرايه اختياري فلفل حراق ومعلقه الصلصه، ومع كوبايه الميه. شايفين غليت ازاي؟ اول ما تغلي كده هقول لها بس انا كده خلاص مش عايزه البوتاجاز بتاعي تاني. لحمه لسه نيه، ما انا عارفه ان اللحمه لسه نيه. نيجي بقى للطواجن، لان النهارده سفرتنا هيكون عليها طواجن. هنزل بقى باللحمه كده، اقسمها على الاتنين طاجن دول، وملناش دعوه بيها دلوقتي خالص، لسه بدري على الطاجن ده. نيجي للطاجن الكبير الحلو الملزلز ده ايوه اركنوا انتوا على جنب. الله، انا نفسي اقول لكم تيجوا تشموا مكان الريحه. هننزل بقى باللحمه بتاعتنا. بصوا لو عندك بصل قوارم صغير حطيه، هيخلي الطاجن ده في حته تانية خالص. انا ما عنديش بصل قوارم، اعمل ايه؟ رحت جايبه البصلايه مقطعاها على 4 تربع. هي النتيجه، بس الشكل يختلف شويه. هنزل بقى بالصوص اللي نزل منها كده، لان انا حاطه كوبايه واحده ميه. بصوا بقت ميه قد ايه، الخضار نزل ميته. بس كده الطاجن ده كده هيدخل الفرن لمدة ساعة. بعد ساعة هنرجع نشوفه ايه اللي حصل فيه. بس قبل ما تدخليه الفرن يهمني حاجة واحدة بس، انك انتي تغطي لي وشه دي تغطية محترمة. يعني لو هتغطي بورق زبدة غطي بورقة محترمة تقيلة، طبقتين مثلا، عشان انا على البخار ده اللي هيسوي معايا اللحمة. وما عندكيش ورق زبدة هتحطي ورق فويل برضو طبقتين. غطي بقى كويس، دخليه الفرن على نار عالية عادي في الرف اللي في النص لمدة ساعة. بعد ساعة نرجع نشوفه. عندي طبعا بقى هنا الحوض اتكون مواعين. نعمل ايه؟ قلت ايه، هنروح نغسلهم بس الاول، اجهز دي عشان اكون خلصت منها. هنعمل الكنافه النابلسيه او الكنافه بالجبنه. طبعا انا نزلت الصبح لقيت معظم المحلات قافله، لان النهارده الجمعه. كنت عايزه اجيب جبنه مشلله او عكاوي او اي نوع جبنه، ما لقيتش، فاضطريت بقى ايه اني الجا لجبنتي حبيبتي، جبنه المدينه. الكنافه الجبنه اسفه، الكنافه بالجبنه بتحب الكنافه الخشنه، فانا مش هفرط الكنافه بتاعتي ولا هدعكها بالسمنه. انا هحط سمنه، هحط الكنافه هديها سمنه، هنزل بالجبنه في النص. وممكن تخلي الجبنه على الوش وتبقي تقلبي، بس انا هخليها في النص. بعد كده هحط طبقه كمان من الكنافه زي ما انتم شايفين. بس كده. بعد كده هديها رشه سمنه، معلقتين حلوين سمنه كده، ومحدش يقول لي السمنه كتير على الكنافه. كنافه وجلاش بسبوسه هريسه، يعني سمنه مظبوطه يا جماعه. هتبصي بقى، انا عايزه صينيه طبعا شايفين الصينيه عاليه، الصينيه عاليه عشان الجبنه لسه ساقعه، فحطيت عليها صينيه اقل، وحطيت عليها حاجه تقيله تسند لي ان هي تظبط لي الدنيا. رحت غسلت مواعيني وظبطت دنيتي، شايفين؟ ولا يهمني الحبه اللي الاكل فيهم في الفرن، مش هعمل حاجه. ولعت شغلت على المواعين بتاعتي ايدي، يعني مش شغلت حاجه، انا غسلتهم في الحوض وخلصتهم، ما اخدوش مني حاجه. عبال ما الولاد كانوا صلوا الجم كنت انا خلصتهم غسيل. بعد كده عندي ربطتين خضار، وعندي طماطم، وعندي فلفل علشان اعمل منهم صوص الدقوس. هحط الطماطم في الكبه، هحط معاها ربطه من الكزبره، ربطه واحده بس او حزمه واحده زي ما بتقولوا عليها قولوا، وحبيتين 3 طماطم. ما تكتريش لان لو باتت مش بتتاكل، عشان بيكون فيها توم ني هحط فيها توم، وهحط فيها ايه تاني يا بنتي يا سمر؟ طبعا بتاخد كزبره خضراء، كزبره ناشفه، بتاخد خل. من الحاجات اللي خلت ولادي ياكلوا الرز البسمتي هي صوص الدقوس.
بس كده خلص. لا لسه انا ما ملحتوش، انا بس ضربت الحاجه في الخلاط، وبعد كده هنزل عليها بالملح والخل. وعندك زيت زيتون ضيفي، ما عندكيش مش عايزه تحطي براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني، بس هي يفضل يكون عليها صوص زيت الزيتون. انا عندي هنا بودر الدقوس، ده جاي من الماركت كده، خلطة الدقوس. تضربي الطماطم، ساعات في ناس بتعمل الطماطم بس وتحط عليها البودر ده، بس انا بحب احط التحبيشه كامله، بحب احط الكزبره الخضراء وبحب احط الثوم، فطعمه بيكون حلو جدا مع البهار بتاعه. خلص كده صوص الدقوس معايا، هنركنه بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه. هنجيب حله زي ما انتم شايفين، هجيب بصلايه صغيره خالص وهقطعها مكعبات صغيره كده علشان اشوحها مع مكعبات الجزر علشان الشوربه. انا مش عارفه انتوا سامعين ولا لا، بس تقريبا في فرح في الشارع. يا سلام بقى. هحط بقى حته سمنه على البصلايه دي واشوح البصلايه كويس، مش هحمرها، انا مجرد البصلايه تسخن معايا وتتشوح. انا مش عايزه البصلايه متحمره، عايزه البصلايه مستويه. فبدل ما احطها في الميه او في الشوربه بتاعتي تغلي وتستوي وياخد نكهه مش احسن حاجه، فهشوحها في معلقه سمنه بلدي ومعاها جزرايه متقطعه مكعبات صغيره، او جزرتين، دول جزرتين بصراحه متقطعين مكعبات صغيره، ياخدوا التشويحه كده التمام، وتنزلي بيهم بالشوربه عليهم وتسيبيهم يستووا شويه قبل ما تكملي بيهم حاجه الشوربه. انا طبعا هعمل المرحله دي وهحط عليها الشوربه وهركنها قبل الاكل بنص ساعه، ابقى اخلص الشوربه بتاعتي عشان ما تتسخنش كتير وتعجن مني ولا تبوظ ولا يحصل لها حاجه. في حاجات كده ما بتحبش تسخن كتير على النار ولا تستوي كتير، زي الملوخيه، زي الشوربه، زي الرز المعمر، زي حاجات كتير قوي عايزه تطلع من الفرن او من الاكل بتاعك سخن من البوتاجاز على السفره على طول. خلاص عملنا، سيبنا بقى الجزر بتاعنا والبصل يستوي على النار. هنا كانت عدت الساعة وكان الطاجن بتاعي عايز يتشاف. الله الله عليك وعلى جمالك، الريحة جبارة يا جدعان. بس يعني عايزة اقول لكم لسه في مية، لسه اللحمة استوت بس مش سايحة نايحة، انا عايزاها سايحة نايحة دي. خلاص كده هنشيل بقى الطاجن ندخله الفرن كمان نص ساعة ونرجع تاني على البوتاجاز. ادي الشوربة بتاعتي غليت، هطفي بقى عليها، انا مش محتاجاها كده تاني غير قبل تقديم الاكل بنص ساعة. هروح مكملة الشوربة دي، اول مرحلة فيها اني اسوي الجزر والبصل مع الشوربة، مكعب مرق بقى، او عندك شوربة فريش حطي زي ما تحبي حبي. انا بعمل بشوربة كدابة زي ما بيقولوا كده. بعد كده هحط الجريل بتاعي على النار عشان نسوي الكباب. انا اسوي الكباب براحتي وبعد كده اسخنه قبل التقديم، لان دي من الحاجات اللي سهله تتسخن، لا هتنشف ولا هتجلد ولا هتتهري. من الحاجات كده اللي ايه، اللي ممكن توطي عليها النار تديها تسخينه او تشويحه او تدخليها الفرن دقيقتين هتبقى زي الفل. الكباب بقى بتاعي اللي هو متبل في صلصه الطماطم او الطماطم المضروبه في الخلاط، بس من احلى اطعم الكباب اللي ممكن تاكليها. خفيف، طعم اللحمه باين، بهاراتك مش كتير، مش بتداري اللحمه بتاعتك بالبهارات ولا حاجه. فهتعملي ايه، ترصيه في الجريل. طبعا قطعيه الكباب بتكون صغيره ومش كبيره، فمش بتاخد مكان، مش زي اللحمه المشويه زي الروز بيف مثلا او الانتركوت، فبتكون قطعيتها طويله طول كف ايدك كده، فبتاخد مساحه في الجريل. بصوا انا طبعا هي لما بتيجي تستوي بتكش شويه، فانا هزنق لها كده واحطها جنب بعض بحيث ان كلهم يجوا في جريله واحده واكون ريحت دماغي وخلصت. بس كده مش هوطي النار. في طبعي لما باجي اشوي لحمه ولا اعمل حاجه في الجريل بديها الصدمه وبعد كده بوطي النار تنزل ميتها، لا انا عندي الكباب بتاعي شارب من ميه الطماطم فهينزل ميه كتير. فاللهم صل على سيدنا محمد. اول ما ينزل ميته كده هغطي عليه واسيبه لما يشرب ميته خالص، نبدا نقلبه بقى ياخد الشويه بتاعته على الجوانب عشان يدينا لون في الجنبين زي ما احنا عايزين. خلاص كده هنغطي بقى الميه زي ما قلت لك، هغطي الجريل وكل شويه افتح اشوف شرب الميه ولا لا عشان الارضيه بتاعتي ما تتلسعش مني، وابدا اقلبه على بال انا كده ما بقاش ورايا حاجه تانية تتعمل. الحاجات اللي فاضله كلها عايزه تكون سخنه. هعمل ايه بقى، هعمل قهوه عربي احطها في الترمس، وهعمل كرك واجهزهم واجهز صينيه كده للتقديمات، بما ان صاحبتي اللي جايه سعوديه
بما اني دخلت عند السعوديين وعند الخلايجه والاماراتيين والجماعه دول، عرفت ان هم طول النهار لازم يكون الدله بتاعه القهوه موجوده والحاجات دي، فهنعمل زي ما هم بيعملوا. عموما انا بقالي مده بعمل الموضوع ده وعاجبني جدا، ان انت لو قاعده مش لازم تقومي تعملي حاجه لنفسك، بتصبيه وخلاص. يعني في يومك كنت في المطبخ خلصي اعملي لنفسك 2 ترمس، واحد شاي وواحد قهوه كده، وريحي دماغك طول اليوم. حطيت الزعفران والحبهان او الهيل في قلب الترمس، وهنغلي القهوه في البراد. هنا اللحمه بدات تاخد معايا لون، اقلبها بقى على الوش التاني تلون من الوشين زي بعض. القهوه هنسيبها تغلي شويه زي ما انتوا قلتوا لي. بصوا اللحمه سايحه نايحه دايبه سخنه، بس سخنه سخنه يا جدعان ربنا. القهوه هسيبها تغلي شويه زي ما انتوا قلتوا لي سمر بيسيبيها تستوي شويه على النار، وحطي الهيل والزعفران في قلب الدله او في قلب الترمس. انا فعلا عملت كده. ودي قهوه اماراتي يا جماعه مش سعودي. السعودي بتكون درجه التحميص بتاعتها افتح من كده بكتير. بعد كده لما تغلي شويه هروح مصفياها بمصفى في الترمس، علشان اللهم صل على سيدنا محمد نقفل عليها تفضل محتفظه بدرجه الحراره بتاعتها. بس كده هحط بقى الحله التانية اللي انا هعمل فيها الكرك. الكرك هو شاي عادي جدا، في ناس بتكرمل له السكر وفي ناس مش بتكرمل السكر. انا مش هكرمل سكر لان انا مش عايزاه مسكر قوي. انا هصفي القهوه واقفل عليها واسيبها بقى تعيش حياتها مع الزعفران جوه ويندمجوا وينمزجوا، عشان لما اجي اشرب اعرف اعمل دماغ. بس كده. التانية بقى لما هحط السكر وهحط الشاي، ولما يغلي نبقى نشوف هنعمل ايه تاني معاها. الكرك ما هو الا شاي بلبن، بيكون واخد حبهان وزعفران. في ناس بتحط قرنفل، في ناس بتحط مستكه، بس انا بحط حبهان وزعفران بس. وبيكون واخد حليب مبخر او الريمبو زي ما بيقولوا عليه، لكن ممكن تحطي له حليب عادي. انا اوقات كنت بعمله بحليب عادي بس بسيبه يغلي شويه على النار. حطيت الزعفران، حطيت الشاي، حطيت الهيل، حطيت السكر، ولما كل ده يغلي مع بعضه هحط عليه الحليب المبخر. خلاص كده خلص معايا بيغلي، فهحط عليه الحليب وبرده هحطه في الترمس بتاعه وهنشيله ونطلعه بقى من المطبخ خالص. هنقفل عليهم وهنطلعهم من المطبخ. كده برده كمان عملنا المشروبات بتاعتنا اللي المفروض تبقى موجودة جنبنا عشان نبقى قاعدين لضيوفنا كده ومعاهم ونقدر نرحب بيهم كويس. يعني حاولي ان انت تصحي بدري في اليوم ده ساعة مفيش مشكلة، بس تكوني مخلصة كل اللي وراكي ومجهزة حاجتك وقاعدة مرتاحة وما وراكيش اي حاجة ممكن تعمليها. حتى لو فاضل عندك مواعين غدا ولا اي حاجه ممكن تستغني عن نظافتهم في الوقت ده. مش لازم تسيبي ضيوفك وتقومي تشطبي الحوض طالما ما عندكيش حد غيرك بيعمل، لا بيسيبيهم وبيعمليهم. لما الضيوف اللي عندك يمشوا هتكوني قدرتي تقعدي معاهم وتستقبليهم بشكل احسن من كده. هصفي برضو تفل الشاي قبل ما احطه في الترمس زي ما انتم شايفين بالمصفى، وهقفل عليه وهشيله. انا عايزه اقول لكم ان انا شبه نايمه والله العظيم، حاسه ان انا مغمضه عيني ومفتحه عيني. خلاص كده جبت الكوبايات. وعايزه اقول لكم الكوبايات الجديده دي، والكوبايه وقعت اتكسرت مني قدر الله ما شاء فعل طبعا. هنقفل بقى، كانوا حبه زياده هيقعوا وانا بشطف الكلمه الترمس بتاعي. فاللهم صل على سيدنا محمد، هو اصلا مفتوح وانا ما خدتش بالي ان هو الزرار بتاعه مفتوح الا دلوقتي وانا بعمل معاكم. ولما جيت اصب منه خلاص كان عندي طبق كعكه حطيته وحطيت الكوبايات ونطلع صينيه التقديم بره. نيجي بقى للرز البسمتي. هعمل شويه صغيرين مش كتير عشان انا هعمل رز معمر باللحمه او بقطع الفليتو. انا هنا هعمل رز اصفر بلون الزعفران والزبده بس، وهحط عليه زبيب لما يستوي لان انا مش عايزه لا بصل ولا طماطم. الجو حر، على قد ما تقدري اكلك يكون ما فيهوش تسبيكات كتير، ما فيهوش طماطم كتير، هتكوني انت الكسبانه لان الاكل هيكون خفيف وهيتاكل. انا هشوح الرز برضو ومش هسويه دلوقتي لسه بدري. هنا كان النور قاطع
الساعه كانت 4، فقلت خلاص بقى عبال ما النور يجي هتكون صديقتي جت، اكون انا الاكل بتاعي اللي انا مش عايزه اسخنه هيكون سخن، زي الرز المعمر، زي الرز الاصفر، زي الملوخيه، زي الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي ايه ما بتاخدش وقت في العمايل دي. انا هنا حطيت على اللحمه رز لحد لما زي ما انتم شايفين اللحمه اتغطت والبرام بقى 3/4 اكتر شويه. ليه بقى اكتر شويه هنا؟ عشان هنا في قطع لحمه، لكن لو هو ما فيهوش لحمه الرز هيبقى اقل من كده. وبعد كده هسخن اللبن وهحط عليه ميه، جبت كمان طاسه او اي حاجه تكون بتدخل معاكي الفرن اعمل فيها حبه الرز اللي فاضلين اللي اتغسلوا. حبه ملح بقى. الرز اللي فيه لحمه هحط عليه شويه فلفل اسود عشان يكون الرز لونه حلو ومتحبش كده وطعمه جنان، تاكليه اصلا من غير حاجه معاه، يعني ممكن تاكليه كده. يلا سخنت اللبن بقى، هغطي الرز بتاعي ده بالحليب واكمل البرام بتاعي ميه وادخله الفرن. زي ما قلت لكم هحط شويه فلفل اسود على كل برام من اللي فيهم اللحمه عشان يكون الرز بتاعي لونه حلو كده ومتدلع ومتبهر ومتحبش. طبعا ظبطت اللبن، ظبطت الملح. هحط بقى اكمل بقيه البرام ده بميه وادخله في الفرن تحت الشوايه. اما اللي من غير لحمه مش هحط عليه فلفل اسود ولا حاجه، هو ملح وبس زي ما انتم شايفين كده. شوفوا انتوا بقى وقولوا لي ايه اللي حصل واحكوا لي الطريقه عشان انا هنام شويه واجيلكم. هكمل بميه. انا واخده مسكن تقريبا، هو منوم مش مسكن. كملت بميه كده وهروح ادخله بقى في الفرن زي ما شفتوا. هولع له الفرن من فوق، النور قاطع مفيش لا اشعال ذاتي ولا اي حاجه، ورقه كده ولعي الفرن بتاعك وان شاء الله ربنا يسترها معاكم. اول ما ياخد وش هوطي عليه واروح مشغل، لا هطفي من فوق واشغل من تحت، ولما يطلع هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل ده والنور قاطع، هو ما اخدش اصلا نص ساعه في الفرن. بصوا الجمال كده. كنت طفيت من فوق وولعت من تحت واتشرب الحليب والميه بتوعه، بس محتاج الماده الدهنيه بتاعته السمنه او القشطه او الزيت زي ما تحبي تحطي عليه حطي. انا كنت منوره الكشاف عشان تشوفوا لونه وجماله، لونه كان تحفه. اضاءه عشان النور قاطع كانت ظلمه بصراحه. عندنا بقى رز ساده ورز معمر باللحمه. الساده واخد فلفل اسود، واخد لحمه متشوحه، عامل وش محترم. هنرجعه تاني الفرن بعد ما نحط له السمنه بتاعته لمده 3 4 دقايق بس يتشرب السمنه كده لو مستوي. طيب لو انت حطيتي فيه المعلقه وحاسه ان ني، شربيه شويه ميه، بعد كده حطي له السمنه وحطيه حوالي 10 دقايق في النار. يبقى دي كمان كده الرز ده كمان خلص. طاجن اللحمه بتاعي خلص، الكباب خلص، الرز الاصفر كمان يا دوبك هحط له الميه بس واسيبه يستوي بيها. والشوربه فاضل لها تكه اخيره. هنا بقى ادي الشوربه، حمرت لها حبه لسان عصفور ونزلت بيهم. كان النور جه بقى، يعني الساعه كانت عدت 5 كمان كده، واحنا عايزين الاكل سخن على ما ضيوفنا يشرفوا. بعد كده الشوربه خلصت زي ما انتم شايفين. عملت حبه ملوخيه، خرطتها غسلتها وقطفتها وخرطتها، كل دي مراحل ما مرتش عليكم انتوا. وبعد كده هعمل لها الطشه. بصوا الرز الاصفر كمان حطيت له حبه زبيب على الوش، كان جبار. حبه الكزبره بقى الحلوين اللي بيودوا الملوخيه في حته تانية مع معلقه السمنه البلدي. وحطيت الكنافه كمان في الفرن، يعني نسيت اقول لكم ان انا حطيت الكنافه في الفرن. اي والله، اي والله على الريحه، اي والله. ملوخيه يعني ملوخيه، يا ملوخيه. دعيتوا لطلابنا في الثانويه العامه يا ولاد ولا نسينا؟ نسينا. ربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم، وان شاء الله تكون السنه دي سنه خير عليهم، اللهم امين. قلبنا صينيه الكنافه. كنافه بالجبنه ما بتتقلبش يا سمر؟ لا بتتقلب يا اختي. بصي اهي، اهو 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 الكنافه بتاعتي اهي. من الكنافه اللي انا بعشقها الكنافه بالجبنه، لانك بتديها عسل. هي مش يعني مش بتبقى مسكره قوي، لان الجبنه بتشرب شويه من العسل عشان تعمل معادله، فبتكون حلوه. السيرب ده كان عندي في التلاجة، طلعته سخنته بس وسقينا الكنافه بتاعتنا. عايزه اقول لكم مقرمشه وطريه من النص من الجبنه. كان نفسي اوريكم المطه بتاعت الجبنه، بس حرفيا المعلقه كان ايديها سخنه وانا اتلسعت، فحصل خير. دي الكنافه.
وهنا كنت خلصت كل حاجه وهنروح نغرف، وكانت صديقتي جت على الاكل وانا مولعه عليه الفرن يسخن، وهنغرف بقى الملوخيه والشوربه، وطلعنا الطواجن بتاعتنا، والسفرة كانت عايزاكوا ومحتاجاكوا. ودلوقتي بناتها هيجوا يسلموا عليا ويتصوروا معايا، ربنا يا ربي او انا اتصور معاهم، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. مها وميار عسلات امارات قطقطات جميلات، كل ده فيهم. انتوا عارفين ضعفي وقلة حيلتي امام البنات. نعمل ايه بقى؟ نحط صوص الدقوس كمان؟ عماله اقول لهم بقى هتاكلوا، انا ما رضيتش اعمل افتكاسات ولا اختراعات، الاكل طبيعي اهوت، ممكن تكونوا بتاكلوا زي عندكم. على فكره لازم لما تكوني عازمه حد من بلد غير بلدك لازم تعملي اكل حيادي، يعني ينفع الصنفين علشان ما حدش يقول لك ما باكلش الاكله دي. وادي الرز بتاعنا نازل مفلفل مفرفر، لونه حلو، طعمه جميل، خفيف. كل ده في الرز، والله العظيم. يعني انا واحده من الناس ما اكلتش غير من الرز ده، خفيف جدا، لا فيه طماطم لا فيه بصل لا فيه اي حاجه، فده مساعد على ان انت تاكلي وتشبعي منه براحتك. اللحمه كمان سخناها زي ما انتم شايفين، بتبخر اهي، نحطها في نص الصينيه بقى، ونديها رشه كزبره او رشه بقدونس. وعايزه اقول لك الاكل بتاعك هيكون راح في حته تانية. عندك بقى طبق مخلل طلعي، بتحبي السلطه اعملي سلطه، السلطه في الصيف بتعمليها وبترميها. اللحمه دايبه جدا، يعني بحاول اقنعهم ان هم هياكلوا، يعني هياكلوا. عارفين انتوا دلع الولاد اليومين دول، بنات وولاد وكله، مش باكل دي يا ماما وباكل دي يا ماما. ربنا يحفظهم لها يا رب ويبارك لها فيهم، وتشوفهم عرايس زي العسل. بصراحه هم جمال جدا، محترمين جدا. انا قلبي بيرفرف على اي بنوته في الدنيا، ربنا يبارك فيهم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم.